يمكن اللي أقوله ده هيبقى صعب قوي، بس هو مش مستحيل لو فضلنا نكمل فيه. لقيت كمية كومنتات غريبة جدا بتتكلم على موضوع اسمه انقذوا يوسف فؤاد. الهاشتاج ده كان منتشر بطريقة كبيرة جدا، ولقيت كل الناس بتتكلم فيه وانا مش عارف مين يوسف فؤاد. فدخلت اشوف الموضوع، لقيته انه طفل عنده 7 سنين. الطفل ده مريض بحاجة اسمها ضمور العضلات، ما بيتعالجش غير بحاجة معينة، وهي حقنة تمنها غالي جدا، بيوصل ل3 مليون دولار. تمن الحقنة دي بيبقى كفيل انه مفيش اي حد يعرف انه يجيبها بسهولة، واهل يوسف ما عرفوش يجيبوا الحقنة دي لانه مبلغها كبير جدا. وللأسف برضو هم ما عرفوش يعملوا حاجه زي حساب في بنك عشان يلموا عليه تبرعات او الناس تبدا تدفع لهم، والموضوع كان بالنسبه لهم صعب جدا. وفي نفس الوقت ما عرفوش يعالجوه على نفقه الدوله لان الرقم كبير جدا، 3 مليون دولار. والحقنه دي لازم يوسف ياخدها علشان يتم معالجته من الموضوع ده، لانه ضمور العضلات بالذات